وهنا سي السيد فجأة لقى حماته طالعة على السلم، راح شايل المدام ومقعدها على الكنبة، لا ما تحركيش من مكانك. وده يثبت مقولة ان ماما لازم تبقى مسيطرة. حماتي مسيطرة يا عيني يا لما المزبلة اللي كان عاملها وحكم النضارة ما ينفعش. حماتي طالعة على السلم، يا دي الفضيحة ويا دي الجرسة. انتوا عايزينها تطلع تقول عليا ايه؟ عايزينها تطلع تقول عليا ان انا مش مهتم بالبيت، ان انا راجل قاعد وسايب مراتي هي اللي تنظف وتروق وتمسح؟ يا لهوي، دي تيجي برضو؟ لا، ده انا هلمع وهنظف وهعمل كل حاجة. مراتي تؤمر كل ده وحماتي لسه على السلم ما طلعتش. كل حاجة ليها حاجة، مفيش حاجة عندهم ملهاش حاجة. بموت في الحاجات دي. تخيلوا يا جماعة حياتنا هتبقى عاملة ازاي لو عندنا كل الاختراعات الحلوة دي. اكيد هتوفر علينا كتير، يعني اكيد هنحب التنظيف بقى وهنحب النظام وهنحافظ على الحاجة، وبيتنا هيبقى بيشف ويرف 24 ساعة. بس هي مستتش عندنا لحد دلوقتي، عشان كده احنا نفسيتنا تعبانة. ما تجيش تلومنا ان احنا قاعدين على النت طول النهار والموبايل وانت مش جايب لنا الحاجات دي ولا الامكانيات دي. ده كفايه المروحه. لبس المريالة، بيسيب المطبخ عمته طالعة في الأسانسير ده كله وتطلع تلاقي المطبخ مش نضيف. ده مش كلام يا جماعة، ما ينفعش. لبس الجوينتي كده عشان لازم يحافظ على بارك ايديه، ما ينفعش. والله العظيم فيديوهات جميلة، أنا بحب الفيديوهات دي، بتحسسني بالسعادة. بحس إن أنا اللي اشتريت الحاجة دي يا جماعة، إن ده إحساس وإيحاء، بس بتديني كده سعادة. فنفسي يعني أدور كده وأعرف إيه السبب السعادة اللي بتجيلنا كلنا لما بنشوف فيديوهات اللي بتتكلم عن المشتريات دي أو الأغراض دي أو التكنولوجيا في كل حاجة. مفيش حاجة ملهاش حاجة عندهم، مفيش حاجة ما بيستخدموهاش لحاجة. وكمان حلق دقنه لازم حماته تطلع تلاقيها على سنجة 10. كل ده والست على السلم ما طلعتش يا جماعة. لازم يخلي الحاجة نظيفة بقى وكده، ويخلي باله من بشرته وينظف الدنيا ويظبطها ويكلين الحمام واجهة أي بيت. حمامك مش نضيف فأنت راجل مش نضيف. بصوا هتقولوا لي أكتر حاجة بحبها المنظفات. انا فعلا من الناس اللي عاشقه للمنظفات. بحب اشتري منظفات جدا. احب ميه انا اسفه اللي بمسح بيها الارض اعزكم الله، تبقى فيها ديتول ويبقى فيها كلوريكس الوان، او انا اسفه كلوريكس جل، وري فيها روايح كده حلوه. ده بالنسبه للتنظيف. غير الغساله بقى، يعني حتى لو جبت المسحوق بتاع الغسيل من اللي هو بيبقى فيه روايح زي دوني وكده، انا بحب اجيب برضو حاجه تانية للغسيل. بعشق المنظفات يا جماعه. لازم احط منعم مع المسحوق، حتى لو المسحوق من النوع اللي هو بيبقى فيه منعم، بحبه جدا جدا جدا. اكتر بالنسبه بقى للملايه، اكتر حاجه بتعصبني الملايه اللي مش مفروده. يعني لما اجي افرد المرايه استحاله حد يخش يقعد في الاوضه الا بالليل على النوم. دي حقيقه، انا بحب كده. يعني سبحان الله كل واحد فينا ليه عنده هوايه في حاجه معينه، فانا الحاجات دي بحبها جدا. ولكن اتمنى يبقى عندي نص المشتريات الحلوه دي. حماته طلعت اخيرا، الحمد لله على السلامه يا ماما. بس حماته طلعت. آه، بصي راح قاعد وماسك، خلاها هي اللي تعمل. حول ولا قوه الا بالله.